ممكن تقول لنا من الاخر اللي ذاكروا ما جابوش مجموعه في النهايه غلطوا في ايه؟ الحقيقه انا من بعد ما خلصت ثانويه عامه السنه اللي فاتت وكانت نوعا ما تجربه ناجحه، دخلت كليه طب وانا بتسال كتير قوي السؤال ده، وانا اصلا كنت بساله لنفسي ليه في ناس ذاكرت بس ما جابتش مجموع؟ ليه في ناس انا اعرفهم من دفعتي شاطرين قوي لكن في النهايه اتفاجئت ان هم ما توفقوش وما جابوش مجموع؟ فكرت كتير ودورت ايه هي فعلا اللحظات اللي فرقت معايا في السنه بتاعتي في ثانويه عامه، ولقيت 3 اسباب حابب ان انا اشاركهم معاكم. وبما اني هجاوب السؤال ده بالنيابه لدفعتي ثانويه عامه 2023، فكمان في النهايه حابب ان انا احكي لكم قصه اصعب امتحان امتحنته في حياتي، ولخبطه حصلت معايا وانا جوه اللجنه واخدت الورق متاخر نص ساعه. بس مش انا اللي هتكلم، هنتفرج سوا على فيديو انا صورته لنفسي على طول اول ما روحت من امتحان ثانويه عامه كيمياء 2023. وبعد ما تتفرج على الفيديو كامل ساعتها بس هتلاقي اجابه للسؤال. السبب الاول، في ناس فعلا ذاكرت كتير، وفعلا على فكره ذاكروا بالطريقه الصح. ناس منهم انا اعرفهم شخصيا وكنت بشوف درجاتهم عاليه قوي معانا في الدروس. بالمناسبه انا قلت ان درجاتك في الدروس خلال السنه ملهاش علاقه نهائيا بنتيجتك اخر السنه، بس ليها علاقه بمشوارك جوه السنه. يعني درجاتك هي الحاجه الوحيده اللي هتعرفك لو انت بتذاكر صح وبتذاكر كويس، هتعرفك انت ماشي كده مظبوط ولا لا. انت مثلا بتذاكر صح ولا انت بتذاكر في حته والامتحان اساسا بيفكر في حته تانية. طيب طالما درجاتي هتعرفني انا ماشي على الطريق مظبوط ولا لا، ليه بقى ملهاش علاقه بامتحان اخر السنه؟ لان اخر السنه بيبقى فيه عامل مهم قوي زياده مش بيبقى موجود تقريبا في الامتحانات العاديه بتاعه الدروس، وهو التوتر. يا عمي ده انا متوتر طول السنه مش هتفرق. لا، انا بتكلم على توتر انت مش هتحسه دلوقتي، توتر ان انت ماسك ورقه وانت بتقلب فيها كده، انت بتقلب في مستقبلك، مجهود وتعب طول السنه. شوف مثلا كام حصه عربي انت اتفرجت عليها، كام ساعه انت قضيتها في الدروس، كل ده كل حاجه انت ذاكرتها بتتقيم في 3 ساعات بس وانت جوه اللجنه. وهنا بس في خلال رحلتك كلها في ثانويه عامه بيظهر الجانب النفسي، لان ثانويه عامه في النظام الجديد هي في النهايه بتختبرك. هل انت عارف المعلومات؟ تمام، انت عارفها كويس، في كام الف واحد شبهك. طيب لو انا بقى جبت لك مثلا معلومه جديده او جبت لك فكره انت اول مره تشوفها، هتتوتر صح؟ طب هل هتتوتر وتكمل الامتحان، ولا هل هتتوتر وتحل الاسئله اللي سهله صح، ولا هتعمل العكس وهتتوتر وتقرر ان انت تنسحب؟ انا في موقف حصل معايا في امتحان الكيمياء عمري ما هنساه. وزعنا نموذج الاسئله على اللجنه كلها بترتيب غلط، وكان لازم ان هم يسحبوه ويوزعوه بقى بالترتيب الصح، بس كان في ناس كتبت اسمها على الورق وحصل لخبطه سخيفه، وكان لازم نستنى ناس من بره تيجي علشان ياخدوا القرار الصح اللي يتعمل. وانا كنت قاعد في اللجنه مش فاهم ايه اللي بيحصل وايه التاخير والكلام ده كله، ولكن في النهايه الحمد لله اخدت الورقه متاخر، بس اكتشفت ان هو امتحان طويل قوي. هنا كانت الصدمه بالنسبه لي وانا ماسك الورق وبقلب كل صفحه. كنت شايف الحقيقه مستقبلي كده وهو بيضيع قدامي مع كل صفحه بقلبها، وكنت حاسس بكل ثانيه بتضيع. ايه فاضل نص ساعه؟ ايه ده انا لسه فاضل لي بتاع 15 سؤال ولا حاجه لسه ما حليتهمش ولا شفتهم. ومش انا بس اللي كنت كده، لا دي كانت كل اللجنه، اللي قاعد بيعيط وصاحبك مثلا اللي انت عارف ان هو شاطر او مجتهد او مركز طول السنه تلاقيه قاعد بيضحك لا اراديا لانه مفيش حاجه في ايديه ان هو يعملها. وانا كنت قاعد بفكر هو بجد الكلام ده بيحصل فينا، وكنت متاكد ان هيحصل حاجه النهارده، اكيد الدنيا هتتقلب على الامتحان اللي احنا بنمتحنه ده. بس يشاء ربنا ان انا اكمل واحاول ان انا اعزل نفسي عن كل العالم لمده نص ساعه، وان انا اجري في الاسئله واحل اسئله كتيره قوي صعبه احلها صح. هو صحيح في النهايه حوالي 3 اسئله ما لحقتهمش، الوقت ما كانش معايا وخلص وقت الامتحان وما خدتش ولا دقيقه زياده، وانا مصدوم من اللي حصل. واروح البيت واتصدم اكتر ان ايه الاسئله اللي انا سبتها كانت في نهايه الامتحان، وكان كل سؤال منهم مش بدرجه لا بدرجتين، ونقصت 6 درجات بحالهم، وانا كنت حاسبهم ان هم تقصير بس مش في ايدي. بس الحقيقه برضو بكل امانه انا عملت غلطه حابب ان انا هشاركها معاكم في فيديو كامل عن اخطائي كامله في ثانويه عامه. المهم ان انا روحت اليوم ده وكنت الصراحه هتجنن، كنت متضايق قوي، بس في اللحظات دي ودي كانت حاجه فارقه في حياتي انا قررت ان انا اكمل. وللاسف وانا متاكد من الكلام ده ان في الاف ساعتها قرروا ان هم ما يكملوش. انا اعرف ناس درجاتهم كانت درجات اوائل الجمهوريه، كل ده قبل امتحان الكيمياء، لكن بعد امتحان الكيمياء كانت درجاتهم وتفكيرهم وكل حاجه، كانت الحاله كلها كانت يا رب انجح يا رب اعدي. وكلنا نسينا ان احنا اساسا شاطرين وان احنا اجتهدنا طول السنه كتير، وكل حاجه كانت في دماغنا يا رب نعدي ونخلص من السنه المتعبه دي. طيب انا ليه بقى بحكي القصه دي؟ لان وارد قوي يحصل كده معاكم انتوا في دفعتكم، وارد يجيلكوا امتحان صعب قوي او امتحان محتاج وقت كتير قوي، او وارد انت نفسك تحل وحش في امتحان معين، او يحصل لك موقف في اللجنه يعطلك
وانت على فكره مذاكر كويس جدا. بس تمام، حصل معاك اي موقف صعب وانت في اللجنه في الامتحان، لازم ساعتها ان انت تكمل. وصدقني وانا قد كلامي 100%، لو كملت هتوصل مهما كنت عكيت. عارف، انا عايزك تسيف الفيديو ده معاك في اي وقت، ان انت مثلا تحصل معاك لا قدر الله اي موقف، ان انت على طول تفتح الفيديو ده وتفتكر وتقول انا هكمل. في سببين كمان للناس اللي ذاكرت، انا بقول ذاكرت بس ما توفقتش في النهايه، حابب ان انا برضو هشاركهم معاكم، لكن بس بعد ما نتفرج على الفيديو بقى سواء اللي انا كنت مصوره لنفسي السنه اللي فاتت. الفيديو ده مهم قوي بالنسبه لي، وانا الصراحه ما شفتوش من ساعتها، ويعني يا رب يعني ما كنتش قلت فيه فضايح، لان انا بتكلم بصراحه قوي في الفيديوهات دي، فربنا يستر. يلا بينا. انا كيرو، دفعة 2023 ثانوية عامة، والنهاردة يوم 25/6/2023. النهاردة لسه مخلص امتحان الكيمياء، ولسه امتحنت كمان امتحان العربي وامتحان الايطالي، والنهاردة كان امتحان الكيمياء. هو كتوتال هو انا بحل حلو، بس مش احسن حاجة عندي، يعني مش مذاكرتي ولا تركيزي جوه اللجنة ولا جوه الامتحان. مش عارف ليه مش ظابطة معايا، مش عارف، عدم تركيز او توتر او قلق يمكن شوية. يعني بغلط غلطات هبلة ساعات، وساعات حاجات صعبة بحلها صح، بس بغلط في الحاجات سهلة او مثلا بطيء سريع كده. دي كانت مشكلتي في كل الامتحانات. حقيقي امتحان الكيمياء النهاردة كان صعب، كنت بغلط في كل حاجه سهله، وانا كان عندي احسن من كده، وكنت اقدر احل اكتر من كده، وكنت فاهم الكيمياء، كنت مذاكر كويس، بس الوقت ما كانش معايا قوي الوقت فهبلت شويه في الاواخر. حقيقي الواحد بيفكر نفسي يعني الطريق او الهدف بتاعي يبقى نفس الهدف اللي ربنا حاطته لي، يعني ما يبقاش ربنا عنده رأي تاني. دي اهم حاجه، سواء بقى في المستقبل اللي انا راسمه، او الكليه اللي انا بفكر او نفسي ادخلها، او الدرجه اللي نفسي اجيبها. هو انا بحاول وبعافر، وحاولت وعافرت كتير يعني طول السنه. انا فخور الصراحه. مش عارف ليه بقى الدنيا مش عايزه تظبط معايا قوي، بس انا متعود على كده. يعني دايما بيبقى فيه ابس اند داونز معايا كتير في طول حياتي، فالدنيا ما بتمشيش سهله، بس دايما كنت متعود ان ربنا في الاخر بيراضيني. نفسي الفكره دي توصل لكله. يعني بس انا بصور الفيديو ده ليه بقى؟ عشان اولا كذكرى ان انا لو عملتها او ما عملتهاش، اوكي، تمثال واتكسر عادي. المهم بصور الفيديو ده كذكرى، سواء عملتها ودخلت الكليه اللي انا عايزها، او ربنا كان عنده رأي تاني وهدف تاني. انا كده كده واثق في ربنا، مش بقول كده وخلاص، لا، انا فعلا واثق ان ربنا هيبقى حاطط لي هدف وراسم لي طريق احسن. انا قصرت في حاجات كتيره طول السنه، الفتره دي بقى بتقعد يعني كده تلوم نفسك كتير. اللي هيحطني فيه هيبقى استحقه، تحس بقى ان انت الدنيا ضايعه كتير في وقت كتير، وقصرت كتير قوي. الواحد يتلخبط من كذا حاجه. ان شاء الله خير، هفضل اكمل. عندي فيزياء كمان، هو ده اللي بيفرق. اسبوع هفضل اعافر، هفضل احاول واحارب لغايه ما اجيب احسن حاجه عندي. كل مره في الامتحان بطلع من الامتحان، او سواء بدخل الامتحان بطلع من الامتحان، بتاكد اكتر ان هي مش بشطارتك ولا بمذاكرتك. يعني مذاكرتك تمام ليها جزء كبير، بس هي مش بشطارتك ولا ان انت تعمل كذا هتلاقي كذا صح. او ذاكرت مده كذا المفروض تجيب كذا. نهائيا الموضوع كله ربنا رايد لك ده ولا لا. عشان كده الاكتر فكر بيجيلي هو ان يا رب تفكيري يبقى نفس التفكير اللي ربنا عايزني فيه عشان استريح يعني. بس يعني كده ربنا بيكتب لنا الاحسن. بتكلم بصراحه. الفيديو ده لاي طالب في ثانويه عامه او داخل ثانويه عامه
او خلص حتى ثانويه عامه ممكن يتذكره، بس اكتر واحد هيستفاد بيه اللي داخل ثانويه عامه. عايز اقول لك انا دلوقتي اهو حاسس ان انا حالل وحش في حاجات كتير وبغلط غلطات هبله، وانا ذاكرت وعملت، بس اهو يعني انت لو مريت بالتجربه دي وانت في ثانويه عامه او داخل ثانويه عامه، فعايز اقول لك اطمن. ده لو انا جبت درجه حلوه في الاخر طمن وحققت الحلم بتاعي، الحمد انا عايز لله. اقول لك اطمن. طبعا انا ما فيش حد يطمني للاسف، بس اهو ربنا موجود. بس اهو اديني بطمن اي حد ما تقلقش، ياما غيرك هبل، ياما غيرك كانوا حاسين ان هم قصروا، كانوا حاسين ان هم نيلوا الدنيا وظبطت معاهم. عشان اللي مش مصدق ان شاء الله تظبط، وبتمنى كده ان هي تظبط لكل حد في ثانويه عامه ظبطت او داخل ثانويه عامه. صدقني. وربنا معاك يا بطل لو انت داخل ثانويه عامه، وربنا معايا الاول اني اخلص من السنه دي على خير. ان شاء الله خير في اللي جاي. عندي فيزياء هحاول واذاكر واعمل اللي عليا، وربنا يسهل يا رب خير. باي. عليك دلوقتي ان انت تعمله ان انت تركز بس في مذاكرتك وتتمنى وتدعي ربنا كده ان هو هدفك يبقى نفس الهدف اللي هو ربنا حاطته لك، وبس كده. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، واتمنى يكون لمس معاكم اي حاجه. الحقيقه شكرا ان انتوا بتتابعوا الفيديوهات للاخر، واشوفكم الفيديو الجاي واشوفكم احسن ناس في الدنيا. ما تنسوش تشتركوا في القناه، بحبكم، باي باي.